بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال وجودا، وحجب العقول أن تتخيل ذاتا، لامتناعها من الشبه والمشاكل والنظير والمماثل، بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ولم يتبعض بتجزئة العدد في كماله، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، وتمكن منها لا على وجه الحلول والممازجة، وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها، وليس بينه وبين معلومه علم غيره. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلها غيره علوا كبيرا. أحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل، خف ميزان ترفعان منه، وثقل ميزان توضعان فيه، وبهما الفوز بالجنة والنجاة من النار والجواز على الصراط، وبالشهادتين تدخلون الجنة، وبالصلاة تنالون الرحمة، فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي، ولا ينسبها أحد بعدي إلا بمثل ذلك. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. إن المؤمن
يرى يقينه في عمله، وإن المنافق يرى شكه في عمله، وإن الكافر يرى إنكاره في عمله. فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة. أيها الناس، دينكم تمسكوا به، لا يزيلنكم ولا يردنكم أحد عنه، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. أيها الناس، إنه لا شرف أعلى من الإسلام، ولا عزة أعز من التقوى، ولا معقل أحصن من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، ولا وقاية أمنع من السلامة، ولا كنز أغنى من القناعة، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعاء. مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. أفضل الزهد إخفاء الزهد. ألا وإن الرغبة مفتاح النصب، والاحتكار مطية التعب، والغيبة جهد العاجز، والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب. والشر جامع مساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. والبغي سائق إلى الحين، والتقى رئيس الأخلاق. رب مفتون بحسن القول فيه، ورب طمع خائب لأمل كاذب، ورب رجاء يؤدي إلى الحرمان، وتجارة تؤول إلى الخسران. الولايات مضامير الرجال، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. ألا ومن تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفضعات النوائب. من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. ومن تتبع مساوئ العباد فقد نحلهم عرضا. وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن، وأشد الذنوب عند الله سبحانه ما استهان به صاحبه. أيها الناس، إنه لا كنز أنفع من العلم،
ولا عزة أرفع من الحلم، ولا حسب أبلغ من الأدب، ولا نصب أوجعه من الغضب، ولا جمال أزين من العقل، ولا قرين أشر من الجهل، ولا سوءة أسوأ من الكذب، ولا حافظ أحفظ من الصمت، ولا غائب أقرب من الموت. لن ينجو منه غني بماله، ولا فقير لإقلاله. أيها الناس، إنه من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن رضي برزق الله سبحانه لم يحزن على ما فاته، ومن رضي بما قسم الله له لم يأسف على ما في يد غيره، ومن ضعف عن حفظ سره لم يقوي لحفظ سر غيره. من عامل بالبغي كوفئ به، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه المؤمن بئرا وقع فيها، ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بيته، ومن نسي زلل استعظم زلل غيره، ومن سفه على الناس شتم، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط العلماء وقر، ومن خالط الأنذال حقر، ومن حمل نفسه ما لا يطيق عجز، ومن كابد الأمور عطب، ومن غلب عليه الغضب لم يأمن العطب، ومن كثر لهوه استحمق، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن آخى في الله غنم، ومن آخى للدنيا حرم، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. من أطال الأمل أساء العمل، ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه. ومن أزرى على غيره بما يأتيه فذلك الأخرق بعينه. من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح على الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة أن نزلت به فقد أصبح يشكو ربه. ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه. ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط منها بثلاث: هم لا يغبه، وحرص لا يتركه،
وأمل لا يدركه. أيها الناس، إنه لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا جمال كالحسب، ولا ظهير كالمشاورة. من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم، ومن أحسن أفعال القادر أن يغضب فيحلم. أيها الناس، في الإنسان 10 خصال يظهرها لسانه: شاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل بين الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به الأشياء، وأمير يأمر بالحسن، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعز تسكن به الأحزان، وحاضر تجلى به الضغائن، ومونق تلتذ به الأسماع. تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. لسان المرء من خدم عقله، وقلب الأحمق في فيه، ولسان العاقل في قلبه. أيها الناس، أوصيكم ب5 لو ضربتم إليها أباط الإبل لكانت لذلك أهلا. لا يرجون أحد منكم إلا ربا، ولا يخافن إلا ذنبا، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه، فإن قيمة كل امرئ ما يعلم. فتكلموا في العلم تتبين أقداركم، وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. أيها الناس، اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. الناس أبناء ما يحسنون، وقيمة كل امرئ ما يحسنه. بكثرة الصمت تكون الهيبة، وعدل المنطق يوجب الجلالة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤنيه يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار عليه، وبالرفق والتؤدة تستحق اسم الكرام، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على خصم الجاهل.
الغنى في القربة وطن، والفقر في الوطن غربة. قرنت الحكمة بالعصمة، وقرنت الهيبة بالخيبة، وقرن الحياء بالحرمان، وقرن الاجتهاد بالوجدان. القلب مصحف البصار، الخلاف يهدم الرأي. إذا قل الخطاب كثر الصواب، إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. وإذا كثرت المقدرة قلت الشهوة، وإذا فسد الزمان ساد اللئام، وإذا استولى اللئام اضطهد الكرام. آلة الرياسة سعة الصدر، والكرم أعطف من الرحم، والفرصة تمر مروى السحاب. فانتهزوا فرص الخير ما أمكنت، وإلا عادت ندما. أيها الناس، إنه لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. اعلموا أيها الناس أنه من لم يملك لسانه يندم، ومن لا يتعلم يجهل، ومن لا يتحلم لا يحلم، ومن لا يرتدع لا يعقل، ومن لا يعقل يهون، ومن يهون لا يوقر، ومن لا يوقر يتوبخ، ومن يتقي ينجو، ومن يكتسب مالا من غير حقه يصرفه في غير أجره، ومن لا يدع وهو محمود يدع وهو مذموم. ما أفحش كريم قط، ما زنى غيور قط، وما أدرك النمام ثارا، ولا محى عارا، وما مزح امرؤ مزحة إلا مج الله من عقله مجا، وما التذ أحد من الدنيا لذة إلا كانت له يوم القيامة غصا. ما ظفر من ظفر الإثم به، وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعاف. ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. ما استودع الله سبحانه امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما. الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها، صاحب المال متعوب، والغالب بالشر مغلوب. ومن يطلب العزة بغير حق يذل، ومن يطلب الهداية من غير أهلها يضل. ومن عاند الحق لزمه الوهن، ومن استدام الهم غلب عليه الحزن. ومن صارع الحق صرع، ومن خادع الله خدع. ومن تفقه وقر، ومن تكبر حقر. ومن لا يحسن لا يحمد، ومن ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. أيها الناس، إن المنية قبل الدنية،
والتجلد قبل التبلد، والحساب قبل العقاب. الكفاف خير من الإسراف، والتقلل ولا التوسل. ومن لم يعط قاعدا لم يعط قائما. الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه، كل معاجل يسأل الإنظار، وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. احذروا نفار النعام، فما كل شارد بمردود. والقبر خير من الفقر، وعمى البصر خير من كثير النظر. لو رأى العبد الأجل ومصيره، لأبغض الأمل وغرورا. افعلوا الخير ما استطعتم، ففاعل الخير خير منه. واجتنبوا الشر، ففاعل الشر شر منه. الجود حارس الأعراض، والحلم فدام السفيه. والعفو زكاة الظفار، والسلو عوضك ممن غدار. والاستشارة عين الهداية، والخيرة في ترك الطيرة. والأيام تفيد التجارب، والشفيع جناح الطالب. من عظم صغار المصائب، ابتلاه الله سبحانه بكبارها. والصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان. الحيلة أبلغ من الوسيلة، والاهتمام بالأمر يثير لطيف الحيلة. والرضا بالمقدور امتثال المأمور. ما قدمت من دنياك فلنفسك، وما أخرت منها فللعدو. وما قال الناس لشيء طوبى له، إلا وقد خبأ له الدهر يوم بؤس. وما اختلفت دعوتان، إلا كانت إحداها ضلالة. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف. ومن أفضل المكارم التنفيس عن المكروب وإقراء الضيوف. ومن أفضل الفضائل اصطناع الصنائع وبث المعروف. أيها الناس، اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم، ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. لقد علق بنياط الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه، وذلك القلب، وله مواد من الحكمة وأضدادا من خلافها. وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن غاله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر
استلبته الغروة، وإن جددت له نعمة أخذته العزة، وإن أفاد مالا أطغاه الغناء، وإن عضته الفاقة شغله البلاء وجهده البكاء، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كضته البطن، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد. أيها الناس، إنه من أكثر هجر، ومن ملك استأثار، ومن عجل زأل، ومن قل ذل، ومن جاد ساد، ومن كثر ماله رؤوس، ومن كثر حلمه نبيل، ومن تفكر في آلاء الله سبحانه وفق، ومن فكر في ذات الله سبحانه تزندق، ومن عير بشيء بلي به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن أعجب بنفسه سخر به، ومن استنصح الله حاز التوفيق، ومن أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته، ومن قصر بالعمل ابتلي بالهم. إن من هوان الدنيا على الله سبحانه أنه لا يعصى إلا فيها، ومن ذمامة الدنيا عند الله سبحانه أنه لا ينال ما عنده إلا بتركها، ولا حاجة لله سبحانه في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة. فسد حسب من ليس له أدب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن وضعته دناءة أدبه لم يرفعه شرف نسبه، ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ومن كتم سره كانت الخيرة بيده. وكل حديث جاوز 2 فشا، وكل مقتصر عليه كاف. وأفضل الفعال صيانة العرض بالمال. ليس من جالس الجاهل بذي معقول، ومن أمسك عن فضول المقال شهدت بعقله الرجال. ومن جالس الجاهل فليستعد للقيل والقال. أيها الناس، لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلج،
واللئيم الملهوج. أيها الناس، إن للقلوب شواهد تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط، وفطنة الفهم للمواعظ مما يدعو النفس إلى الحذر من الخطر. وللقلوب خواطر الهوى، والعقول تزجر وتنهى، وعند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء، ومع العسر يكون اليسر. وفي التجارب علم مستأنف، ومن التوفيق حفظ التجربة، والاعتبار منذر ناصح يقود إلى الرشاد. وما أكثر العبار وأقل الاعتبار، فالعبر قد بلغت في الكثرة الغاية، والاعتبار قد بلغ في القلة النهاية. كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك، وكفاك من أمر الدين أن تعرف ما لا يسع جهله، وكفاك أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك. وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه، ولقد خاطر بنفسه من استغنى برأيه. ليس النجاح مع الأخف الأعجل، والتدبر قبل العمل يؤمنك من الندم، وإضاعة الفرصة غصة. مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم، ومناقشة العلماء تنتج فوائدهم وتكسب فضائلهم. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، والهوى عدو العقل. ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول. من ملك شهوته كملت مروءته، وحسنت عاقبته. ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. ومن حصن شهوته فقد صان قدره. ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده. ومن يعط باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. من ظن بعرضه فليدع المراء. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، وفي غرور الآمال انقضاء الآجال. والأيام توضح لك السرائر الكامنة. من لا نعوده كثفت أغصانه. ومن حسنت عشرته كثر إخوانه. ومن استطال على الإخوان لم يخلص له. ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة. ومن تعرى عن الورع ادرع جلباب العار. عز المؤمن غناه عن الناس، والعفاف زينة الفقر.
والشكر زينة الغنى، والصبر زينة البلوى، والتواضع زينة الحساب، والفصاحة زينة اللسان، والعدل زينة الإيمان، والسكينة زينة العبادة، والحفظ زينة الرواية، وخفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة العقل، وبسط الوجه زينة الحلم، والإيثار زينة الزهد، وبذل المجهود زينة النفس، وكثرة البكاء زينة الخوف، والتقلل زينة القناعة، وترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلاة، وترك ما لا يعنيه زينة الورع، وأشرف الغنى ترك المنى، والغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس، والقناعة مال لا ينفد، والمال مادة الشهوات، والصبر جنة من الفاقة، والحرص علامة الفاقر، والبخل جلباب المسكنة، والعجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد، ولغفلة ذوي الألباب عن حسن الارتياد، والاستعداد للمعاد. فقد الأحبة غربة، والمودة قرابة مستفادة، ووصول معدم خير من جافٍ مكثر، ووجه مستبشر خير من قطوب موسر، والرد الجميل خير من المطل الطويل، والموعظة كهف لمن وعاها، من أطلق غضبه تعجل حتفه، ومن أطلق طرفه كثر أسفه، ومن غلب شهوته ظهر عقله، ومن ضاق خلقه من له أهله. وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، من لم يطلب لم يجد، وأفضى إلى الفساد، ومن طلب شيئا ناله أو بعضه، ومن نال استطال، ومن عقل استقال. وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤلا، وقلما ينصفك لسان في نشر قبيح أو إحسان، وقلما تدوم مودة الملوك والخوان، وقلما تصدقك الأمنية، والتواضع يكسوك المهابة. كم من عاكف على ذنبه في آخر أيام عمره، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبا، ومن قارن ضده كشف عيبا، وعذب قلبه، وتحرى القصد من القول. فإنه من تحرى القصد خفت عليه المؤون، وفي خلاف النفس رشدك. من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد، ومن استصلح الأضداد بلغ المراد. ألا وإن مع كل جرعة شرقا،
وإن لكل أكلة غصصا، وكم من أكلة منعت أكلات. لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغنى، بين تراه معافى إذ سقم، وبين تراه غنيا إذ افتقر. ولا تنال نعمة إلا بزوال أخرى، ولكل ذي رمق قوت، ولكل حبة آكل، وأنتم قوت الموت. ولكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث، وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. اعلموا أيها الناس أنه من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها، والليل والنهار يتسارعان في هدم الأعمار. ومن تذكر بعد السفر استعد، ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا بالكفاف. ومن قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف، ومن كرمت نفسه استهان بالبذل والإسعاف. ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ولو لم يرغب الله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاع رجاء رحمته، ولو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه، ولو لم ينهى الله سبحانه عن محارمه لوجب أن يجتنبها العاقل. لا يغش العاقل من استنصح، شفيع المذنب إقراره، وتوبته اعتذاره. العجب ممن يخاف العقاب فلا يكف، ويرجو الثواب ولا يتوب. بينكم وبين الموعظة حجاب من الغروة، وعمل الفكر يورث نورا. قطع العلم عذر المتعللين، وإن الغفلة ظلمة، والجهالة ضلالة، والسعيد من وعظ بغيره. ليس مع قطيعة الرحم نماء، ولا مع الفجور غناء. العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، و1 في ترك مجالسة السفهاء. رأس العلم الرفق، وآفته الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر على المصائب، ومن العصمة تعذر المعاصي. كثرة الزيارة تورث الملالة، والطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزم. عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. لا تؤيس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير.
وكم من مقبل على عمله مفسد له في آخر عمره صائر إلى النار. أيها الناس، إن من الكرم لين الكلام، ومن العبادة إظهار اللسان وإفشاء السلام. احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. كفى بالقناعة ملكا، وبالشر هلكا، وبحسن الخلق نعيما. النفاق من أثافي الذل، الطامع أبدا في وثاق الذل. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصار. ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. ومن تفكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل. ومن اعتزل سلم. ومن ترك الشهوات كان حرا. ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل. عيبك مستور ما أسعدك جدك، واستر عورة أخيك لما تعلمه فيك. واغتفر زلة صديقك ليوم يركبك عدوك. وإياك والخديعة فإنها من خلق اللئام. ولا ترغب في من زهد فيك، ولا تأمنن ملولا وإن تحلى بالصلة. فإنه ليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة. وليس من العدل القضاء على الثقة بالظن. وشر الإخوان من تكلف له، وخيرهم من أحدثت رؤيته ثقة به، وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه. وحسد الصديق من سقم المودة. من غضب على من لا يقدر على ضره طال حزنه وعذب نفسه. من خاف ربه كف ظلمه، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره. ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. ما صغر المصيبة مع عظم الفاقة غدا. هيهات هيهات، وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب. فما أقرب الراحة من التعب، والبؤس من النعيم. وما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر،
وتصفية العمل أشد من العمل، وتخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد. هيهات هيهات لولا التقى لكنت أدهى العرب. أيها الناس، عليكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، وبكلمة الحق في الرضا والغضب، وبالقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصديق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل، وبالرضا عن الله في الشدة والرخاء. تجنبوا الأماني فإنها تذهب بهجة ما خولتم، وتصغر مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات على ما أوهمتم أنفسكم. طوبى لمن أخلص لله علمه وعمله، وبغضه وحبه، وأخذه وتركه، وكلامه وصمته، وفعله وقوله. وبخ لعالم عمل فجاد، وخاف البيات فاستعاد. إن سئل نصح، وإن ترك صمت. كلامه صواب، وسكوته من غير عين جواب. والويل كل الويل لمن بلي بحرمان وخذلان وعصيان، فاستحسن لنفسه ما يكرهه لغيره، وأزرى على الناس بمثل ما يأتي. ولا يكون المسلم مسلما حتى يكون ورعا، ولن يكون ورعا حتى يكون زاهدا، ولن يكون زاهدا حتى يكون حازما، ولن يكون حازما حتى يكون عاقلا. وما العاقل إلا من عقل عن الله وعمل للدار الآخرة. أيها الناس، كان في الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه وتعالى، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر، فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.